السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو إن شاء الله فهو توضيحي لما يخص النقطة اللي كتحصل عليها من بعد التسجيل ديالك في السجل الاجتماعي الموحد، واللي كتسمى بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي. وبناء على الأسئلة الكثيرة ديالكم في هذا الأمر هذا، علاش كيجينا المؤشر طالع، وكيفاش احتاجنا المؤشر، وكيفاش حتى تحسب هذا المؤشر هذا، غادي نوضح الطريقة كيفاش كيتحسب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي. فتتركب صيغة حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي من ثلاث مكونات. الأولى متغيرات خاصة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، واللي هي متغيرات تختلف من أسرة لأخرى. ثاني حاجة ثابت يتعلق بوسط الإقامة، يعني واش وسط حضري أو لا وسط قروي، فكل وسط عنده واحد ثابتة يعني خاصة به، واللي غادي نتعرفوا عليها في هذا الفيديو إن شاء الله. وثالث حاجة ثابت يتعلق بجهة الإقامة، يعني كل جهة عندها ثابتة خاصة به، يعني من الشمال للجنوب للمغرب كل جهة عندها واحد ثابتة يعني خاصة بها، وكذلك حتى هي غادي نتعرفوا عليها في هذا الفيديو إن شاء الله. والعلاقة اللي كتجمع المكونات بثلاثة هي وأن المؤشر الاجتماعي والاقتصادي يساوي مجموع متغيرات خاصة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، زائد ثابت يتعلق بجهة الإقامة، زائد ثابت يتعلق بوسط الإقامة. تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السلفي الذكر رقم 72/18، يتم تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية يتم إعدادها وتغييرها وتحيينها من لدن المندوبية السامية للتخطيط. فيتم حساب تنقيط وفق الصيغة الحسابية التالية: المؤشر الاجتماعي والاقتصادي يساوي مجموع المتغيرات من ظروف المعاملات زائد ثابتة جهة الإقامة زائد ثابتة وسط الإقامة، اللي غادي نكتشفوهم من بعد. فيما يخص حساب تنقيط، فبالنسبة للوسط الحضري فهذه هي العلقة الرياضية الظاهرة أمامكم، بحيث ثابت وسط الإقامة كيساوي 9.825، وبالنسبة للوسط القروي ثابت وسط الإقامة كيساوي 8.695، وبالنسبة ثابتة جهة الإقامة كل جهة فعندها ثابتة خاصة بها سواء بالوسط الحضري أو الوسط القروي. وكذلك المتغيرات، فبالنسبة للمتغيرات في الوسط الحضري كاين 35 متغير، وبالنسبة للوسط القروي كاين 28 متغير، اللي غادي نوريهم لكم في واحد الفيشي، واللي بغى يعني يطلع على داك الفيشي ما عليه الا كتب لي تعليق وغادي نرسلو لك يعني بي دي اف. والان غادي ننتقلوا باش نشوفوا هاد المتغيرات وهاد الثوابت هادو. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا لائحه المعطيات الاجتماعيه والاقتصاديه للاسر المقيمه بالوسط الحضري. فوالا هادو هما المتغيرات وهذه قيمه المعامل. فبالنسبه للوسط الحضري كاين كما سبق لي قلت لكم كاين 35 متغير، وكل واحد والمعامل ديالو. وكذلك ما كاينش قيم موجبه، كاين حتى قيم سالبه هي اللي كتنزل لي من المؤشر الاجتماعي والاقتصادي. والان غادي نشوفوا يعني ثابتة يعني وسط أو عفوا جهة الإقامة. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما الجهات. فوالا هذا هو المقدار ثابت، فكل جهة عندها مقدار ثابت. وهنا فيما يخص المقدار الثابت الخاص بالوسط الحضري كما سبق لي قلت لكم هو 9.825. وفيما يخص يعني الوسط القروي فكذلك فيه متغيرات وكل متغير عنده معامل، وكما سبق لي قلت لكم فكاين يعني 28 متغير، وكاين حتى قيم سالبة هي اللي كتخلي لي المؤشر يزيد ينقص. وكذلك كاين مقدار ثابت الخاص يعني بكل جهة. فوالا كل جهة عندها من الشمال للجنوب عندها مقدار الثابت ديالها. وكذلك يعني بالوسط القروي فعنده ثابتة خاصة به اللي هي 8.695 كما سبق لي قلت لكم. ف يعني بناء على هذا المؤشر هذا يتم تحديد العتبة الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك في 9.326. ونتمنى نكون وضحت لكم ولو القليل فيما يخص حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي. نتمنى التوفيق للجميع، واللي عنده شي اشكال مرحبا به. فهذا هو الانستغرام ديالي. بدون مقدمات كتب لي الاشكال ديالك اين نشوف الميساج ديالك فغادي نجاوبك عليه. واسال الله التوفيق للجميع مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.